خلال تجولنا في شارع البازار في بورسعيد، وعندما وصلنا إلى تقاطع شارع البازار مع شارع بابل، لفت نظرنا بناء شامخ يمثل الفخامة والشموخ. ولفت نظرنا بوابة في المنتصف مكتوب عليها باللغة الإنجليزية سوق عباس، أنشئ عام 1891. ولفت نظرنا مطعم أسماك يسمى عالم البحار في نفس المبنى. وعندما نظرنا إلى داخل المطعم لمحنا كمية مهولة من الديكورات القديمة والقطع الفنية مختلفة الأشكال، فقررنا الدخول وإجراء حوار مع صاحب المطعم. أول حاجة نحب نتعرف بحضرتك. محمد السعيد، صاحب مطعم عالم البحار. أهلا بحضرتك. أول حاجة نحب نعرف، هل المطعم ده حضرتك ورثته عن الوالد ولا إيه قصة إنشائه مثلا؟ والله المطعم ده اتعمل هو المكان مكان الوالد منذ فترة من الزمن، يعني من 70 سنة مكان الوالد، وتورثناه بعد والدنا على طول، انا واخويا. حضرتك واخوك دلوقتي اللي بتديروا بقى المحل؟ ايوه ان شاء الله. حضرتك طبعا حضرت البازار القديم بقى بشكله القديم، اللي هو الحجر البازلت في الارض والجدران. البلاط البازلت في الارض والتصميم الفرنساوي، بس اتغير الكلام دلوقتي، ما عادش موجود البازلت دلوقتي. كان في بلعات الصرف اللي هي على الجناب الفرنساوي، كان شكله جميل قوي. الشارع كان نظامه فرنسي. البلاطة البازلت دي عمقها انت تشوفها من فوق، يعني مساحتها بسيطة بس هي لها عمق، بيبقى داخل في الارض، مترصص بطريقة هندسية في الشوارع، كان مديها منظر جميل قوي. بالنسبة لإنشاء المكان كان سنة كام، وحكاية الدور الثاني اللي وقع والحكايات دي كلها ايه؟ المبنى ده تم انشاؤه في فترة حفر قناة السويس، يعني التاريخ ده مع التاريخ ده موازي بعضه. لخدمات بازار مبني عبارة عن اسمه بازار لخدمات الناس اللي هي بتحفر قناة السويس، مهندسين اللي كانوا مع ديليسيبس. ده مبنى تاريخي، تاريخ انشاؤه سنة 1891. تم انشاؤه 1891 في فترة حفر قناة السويس، في خدمات للخدمات الفرنسيين والأجانب. بيع لحوم، بيع أسماك، بيع خضروات، بيع من جميع أنواع الفواكه في المكان ده. وفي صور تدل على تاريخه وعلى كانت تجارتهم إيه. لكن هو من البداية ملاك مصريين، ما كانش فيه ملاك أجانب في الأول. لا دي ما عنديش فكرة بيها والله. لا ما عنديش فكرة مين ملاكه الأساسيين، الفرنسيين وباعوه المصريين او هو امتداده مصريين، ما عنديش فكره عن التاريخ ده. طيب بالنسبه للتحف الموجوده بقى في المكان، في 150 سنه انا افتكر ايه. تمام. بالنسبه للتحف بقى اللي موجوده في المكان دي، يعني هواية تجمع تحف. هوايتك الشخصيه؟ مش هوايه، هي اجت كده ايه مع اعجابي الناس برضو بالمقتنيات اللي باخدها، وفيها عبق من التاريخ شويه، بترجعك للزمن الجميل شويه. انا من هواة الزمن الجميل، بحب اشوف كل حاجه في الزمن الجميل. حضرتك اللي بدأت الهوايه دي مش الوالد؟ يا ريتني عشته. نعم حضرتك اللي بدأت الهوايه دي مش الوالد؟ والله برضو يعني انفرضت عليا، لما بيجي لي مثلا يعني ناس بتلاقي الهوايه دي موجوده معايا، ان اجمع تحف قديمه، فبيعرضوا عليا مقتنيات عندهم. هم اصدقاء واعزاء واصحاب وكل حاجه،
من اي حد يعرض عليا تحفه حلوه بشوف موضوعها ايه. لكن طبعا الموضوع ده خلى السياح بيجوا هنا المكان. ممكن ناس بتيجي مخصوص. انت شفت الترابيزه اللي كانت موجوده دي؟ لو كنت حضرت شويه من 5 دقايق كانوا هم بيصوروا بعض في المكان هنا. قاعدين جنب بعض واخدوا الاماكن دي كلها والاركان بتاع المطعم كلها يتصوروا فيها ورا التحف القديمه دي. فمعجبين بالحاجات دي وجايين بيقولوا مخصوص علشان نتصور في المكان. قلت لهم اهلا وسهلا، تشرفونا. وايام السياحه كان ايه اكتر جنسيه مثلا بتقابلك هنا؟ من جميع الجنسيات. عالم البحار يا عم. بالنسبه بقى لاشهر الشخصيات اللي زارتك هنا في المحل ما ايه؟ بيجي لي شخصيات كتير قوي مشاهير. يعني الامير مثلا احمد طوسن زارني هنا. الامير احمد طوسن هو واسرته من اجل ابن اخت الملك فاروق. كان معايا هنا هو واسرته وصحبته، ناس من ايطاليا. وشكر بقى في المكان والاكل. الحمد لله مبسوط قوي واصبحنا اصدقاء. وبالنسبه بقى للفنان البورسعيدي علي صالح، اللوح اللي رسمها دي، هل يعني حضرتك اللي طلبتها منه ولا هو اللي جابها لك؟ راجل فنان بالفطره. فنان بالفطره. بيحب يعشق هو شغل الرسم والفن والنحت، الحاجات الجميله دي هو اللي عاملها. في سمكه على باب المحل بره هو اللي نحتها بايده، سمكه معموله بالاسمنت هو اللي نحتها بايده. اللي على المدخل دي اللي صورها. وبالنسبه للدكتور محمود فشاره، ده حبيبي وصديقي. بيزورك هنا في المحل؟ عزيز عليا. بيزورني هو واسرته الكريمه واصدقائه، صديق مخلص يعني. انا بحبه وهو بيحبني. راجل محترم قوي ودماغه الذوق يعني. بيحب برضو التراث القديم، بيحافظ على التراث يعني. تقابلنا مع بعض انا وهو في حب حاجه واحده، التراث والحفاظ على البلد وبورسعيد. انا بحب اي واحد يحافظ على بلده وتراثها. فهو من عشاق بورسعيد ويتمنى يشوفها احلى بلدان العالم، وانا زيه. اهم حاجه التاريخ يعني. طبعا. بنحافظ على تاريخنا اللي ما حدش عنده الوعي ده كتير دلوقتي. طب هل الشباب لما بيجي بيحسوا بقيمه المكان مثلا ولا؟ والله مش كل الطباع برضه. ممكن اللي يجي يقول لك قديم وخربان، وهو اصلا اللي مخه اللي خربان ما هوش فاهم حاجه. وفي اللي يتمعن الاصل والاصاله وشغل الماضي الجميل اللي ما عادش هيتكرر. مظبوط ولا لا؟ مظبوط كلام. مقتنيات كازينو بلس يعني جات لك ازاي؟ والله جات لي برضه بظروفها. عباره عن بائع انتيكات وتحف عرض عليا ان في شويه مقتنيات كده، مجموعه مقتنيات مع راجل كبير كان محتفظ بيها وتوفاه الله. فاولاده حبوا يبيعوا الحاجات دي، مش عارفين قيمتها الاثريه ولا قيمتها التاريخيه، ان ده حاجه يعني من مكان جامد ومكان يعني مش هيكرره الزمن. فعرضوا عليا اشتريها، اشتريتها محتفظ بيها. انا بقدمها اطباق لحاجات جميله بس بحافظ عليها، بنزلها لشخصيات حبايبي يعني، مستعرض بيها بس ما بهنهاش. وبالنسبه للمسؤولين، هل بتحس ان هم عايزين يحافظوا على المكان او كده؟ في حد كلمك قبل كده؟ والله هو المكان هو محافظ على نفسه. المكان ده اصلا مكان اثري ومكان جامد، ومهما جرى عليه الزمن اثري هيفضل اثري. المكان ده احنا عملنا شويه تنظيف بننظف فيه بس كده يعني. كان الحي من 20 سنه حي الشرق عمل فيه تجديدات، فعلشان يجددوه جابوا سيراميك ابيض اللي هو بتاع الحمامات ده، ولزقوه على العمدان وعلى الحيطان وعلى الكلام ده كله. الحيطان ما قبلتش الكلام ده. البلاط ده كله اتكسر، رجع العمود بتاريخه زي ما هو مبني من 150 سنه. حتى انت صورت بره تخرج تتفرج على المنظر هتلاقيه زي كانه مبني امبارح، وبطريقه هندسيه صعب تكرارها تاني.
ان المكان ده يعيش كمان باذن الله تعالى 1000 سنه، ما يتاثرش بحاجه ولا بزلازل ولا باي حاجه طبيعيه تاثر فيه. وعد عايز يخربه بقى واطماع بقى واغراض تانية ينفع، انما طول ما هو بتحافظ عليه كده يفضل اثر العمر كله اثاره. طيب والحريق اللي حصل كان حصل من قد ايه؟ من سنه تقريبا ولا شهرين كده؟ وفي حاجات تضررت او فقدت في الحريق ده؟ تضررت في مقتنيات تخصني بس. الضرر جه عندنا بس مقتنيات تخصني، حاجات اثريه وحاجات جميله وحاجات تحف جميله دي ما اتحرقت، فقلت عليها العوض، كل شيء عليها العوض. انما المبنى زي ما هو، المبنى لما انا اسف في اللفظ الحريقه قامت يعني كان عليه شويه غبار ولا شويه حاجه نضفهم، يرجع اتفرج بنفسك. مفيش حريقه اثرت فيه ولا حاجه. لا مفيش اي اثر. وانت شايف اثر؟ لا. عمدانه زي ما هي، مبنى زي ما هو، بقول لك ازلي. المبنى ده ازلي. ده رب انا في المبنى ده وانا عندي 3 سنين. انا دلوقتي عندي 47 سنه. يعني كام سنه بنتكلم؟ 45 سنه. 45 سنه وانا في المكان ده. في ظهر والدي. يعني كان والدي يجيبني يشيلني كده يقعدنا على الكرسي او على الترابيزه بتاع السمك اللي بره دي. يعني وهو زي ما هو، نفس اللي انا شفته من 45 سنه زي ما هو، نفس المبنى ونفس التاريخ ونفس، لما تتفرج بره تلاقي شبابيك وابواب وترابزينات ورصيف وعمدان وقبب وكله هي. الحريق اللي قامت حريقه كبيره ضرتني انا بس، انما مفيش اشياء في المكان ده طلع الحريق. الشوات الهباب والعفاره اللي طلعوا مع الحيطان بنمسحهم وتلاقيهم نضفت. والعمود زي هو بيقول لك انا ما جراليش حاجه، انا زي ما انا لو عملت كده 100 مره وربنا ما عاد يقعدها تاني. يعني الضرر ما لحقش حاجه الا انا بس. شويه مقتنيات انا كنت مجمعهم وده نصيب بقدرهم كده، فرميتهم والحمد لله بغسل المحل الحمد لله رب العالمين لقيته زي ما هو. حتى العمدان اللي كان عليها غبار عليها حاجه نضفت. لا نضفت. كان في غبار من الزمن متراكم عليها لقيتها لمعت ونضفت. الحمد لله. دلوقتي احنا معانا المنيو بقى ونشوف الوجبات. عندنا طاجن جمبري وطاجن صبيط وطاجن بطارخ، دول يبقى اسعارهم ب80. فمثلا ايه اكتر حاجه مثلا في الطواجن بتطلب؟ كلها مطلوبه. كلها مطلوبه الحمد لله. وانواع الاسماك ايه مثلا اشهر نوع سمك بيبقى مطلوب؟ بأمانة الله كل الاسماك عندي مطلوبه. انا بشتغل اسماك بلدي حضرتك صورتها بره. دي الاسماك اللي انا بشتغل فيها، السمك الموسى، السمك البوري، الدنيس، العروس، الجمبري بانواعه، الكابوريا، السيبيا اللي هو الصبيط. لكن هل بيع الاسماك نية اكتر ولا الشغل المطعم اكتر يعني؟ لا الاثنين بشتغل في الاثنين، ببيع ني وببيع طازه. وبالنسبه للمواسم ايه اكتر موسم بتكون شغاله فيه الاسماك؟ هو عامه موسم الصيف بيبقى في اقبال على بورسعيد من زوارها، بس انا الحمد لله يعني شغل في كل موسم فيه اصناف. يعني موسم الشتاء ليه اسماك وموسم الصيف ليه اسماك. ايه اشهر مثلا اسماك الصيف؟ اسماك الصيف الجمبري والكابوريا والقشريات ديت بتبقى والبوري. الشتاء بيبقى البربوني والموسى والصبيط. وايه اغلى نوع سمك دلوقتي؟ حنشان اغلى حاجه؟ لا يعني اغلى حاجه ايه؟ هو عامه الاسعار كلها يعني عالت قوي طبعا. غلو الاسعار بيأثر على المبيعات وكده، بس برضه يعني اللي متعود على شيء مش هيبطله. يعني الاكل على اللي اخد على الاكل الحلو هياكل حلو. مش هيعرف يغيره، ممكن يقلل شويه انما هو ده طلبه. يعني اللي بياكل اسماك بلدي وعارف مستوى اسعارها في السوق ايه، علشان انا شغال بسعر سوق. انا شغال بسعر اليوم.
السمك ب10 قروش النهارده، بشتغل على 10 قروش، زاد شويه ب15، شغال على 15 قروش. وبرضه ايه بثقه كده، لان انا في سوق سمك. المكان اللي انا فيه ده حلقه سمك. يعني هنا تاجر اسماك، جنبي تاجر اسماك، قدامي تاجر اسماك، حواليا تجار اسماك. انا المطعم في وسط حلقه السمك. فالسعر بتاعي محدد بسوق السمك كله، اللي هو البورصه. اليوم بكذا، انا بشتغل على سعر اليوم. وبضيف خدماتي ورز وسلطاتي وخلاص على كده. ومرضي يوميا يا الحمد لله. انا بشكرك على اللقاء الجميل ده. الله يخليك يا دكتور. ربنا يخليك. منورنا والله. ربنا يوفقكم. ربنا يوفقكم. الف شكر. ربنا يصلح حالنا وحالك.